السلام عليكم. معكم المهندس عبد الرحمن، طالب بكليه حاسبات وذكاء اصطناعي. من 6 شهور كنت رافع اول ديسكتوب ابلكيشن للورك سبيس. في الاصدار القديم كان النظام غبي. ما اقصدش غبي كوظائف لانه كان شغال كويس جدا لو انت استخدمته، لكن كان غبي بمعنى ان هو بيكتفي فقط بتخزين البيانات واستعمال البيانات المخزنه من غير ما يفهمها ويحللها. النهارده بنعلن عن تطوير النظام وتحويله من نظام غبي لنظام ذكي، حيث خلينا النظام قادر على تحليل البيانات زي بيانات الطلبات، بيانات الباقات، العملاء، الموظفين، الحسابات، ايا كانت ايرادات والمصروفات. ثانية، انا مش فاهم ايه الحلو لو النظام ذكي. تعال افهمك. اللي قدامك ده نتيجة الاي اي موديل، بيكتشف الانماط الموجودة في البيانات للعملاء، وبيصنف العملاء لمجموعات على حسب حجم الداتا. ولان الداتا عندي مش كتيرة، فقسم العملاء لمجموعتين. مجموعة بتشمل حوالي 30% من عدد العملاء كلهم، ومجموعة بتشمل حوالي 70%. يعني لو أنا عندي 100 عميل جم، فأنا عندي 30 عميل من المجموعة دي و70 عميل من المجموعة دي. أيوه، فين الإفادة برضو؟ يعني ال 30 عميل بيدفعوا كتير. يعني إيه بيدفعوا كتير؟ يعني يا إما بيشتروا باقات غالية، يا إما بيجددوا الاشتراك. مش بييجوا مرة وبيمشوا، لأ، بيجددوا الاشتراك، عشان كده الدفع بتاعهم عالي. طيب، الفايدة إن أنا ممكن أبعت للناس دي اللي هي ال30 عميل دول رسايل بالخصومات، أعمل لهم خصومات لأن هم بييجوا كتير. في فايدة هنا برضو عرفناها، إن من ال100 عميل في 30 عميل بيجوا باستمرار و70 عميل ما بيجوش، جم مرة ومشوا أو جم مرتين. وبالتالي ممكن ابعت رسائل للناس دي واقول لهم ان احنا ركبنا تكييفات، حسنا من النظافه، بص طورنا المكان عشان يجوا تاني. مش كده وبس، كمان الاوردر لو جينا نبص في المجموعه الاولى هنلاقيهم ان هم بيطلبوا اوردرات عاليه، فانا ممكن اعمل لهم خصم. انما دول بما انهم ما بيجوش كتير، اكيد برضو الاوردرات بتاعتهم مش كتيره، بس طلبوا اوردرات. ممكن اصلا يكونوا ما بيجوش عشان الكواليتي بتاعت الاوردرات، او هم مش حابين الاوردرات اللي عندكم، فممكن نبعت لهم رسائل ان احنا بنهتم بالاوردرات من الكواليتي بتاعت الاكل وحاجات تانية كتير. تمام. طبعا انا قلت لك ان انا ما عنديش داتا كتيره، فالاستخدام للاثنين مش كتير. الاستخدام للباقه قدام ممكن تلاقي مجموعه بتدفع كتير وبتستهلك كتير، ممكن اعمل لهم عروض. انما المجموعه اللي بتدفع كتير وبتستهلك قليل، لا اعمل لهم عروض ليه؟ ده هم ما بيستخدموش الباقه كتير. فاهم؟ زي ما قلت لك ان المجموعه دي فيها 70 من اصل ال100 جم مره ومشوا لان هم ما بيدفعوش كتير. طيب، عايز ابعت لهم رساله اقول لهم يا جماعه احنا ركبنا تكييفات، احنا اهتمينا بالنظافه، عملنا حاجات كتير، عملنا عروضات للباقات وهكذا. هنعمل ايه؟ موجود عندك زرار سند مسج، وهنختار المجموعه الثانيه، نعمل لود. دول كل العملاء اللي عندك اللي جم مره وما جوش تاني، او جم مرتين وما جوش تاني. وبالتالي هعمل مثلا سيلكت اول واكتب الرساله اللي انا عايزها وابعت للواتساب. طبعا الارقام النان مش هيتبعت لهم حاجه، انت هتبعت للارقام اللي هي الصحيحه. تمام. يبقى الميزه الاولى ان الاي اي يبدا يتابع العميل، يبدا يقسم العميل لمجموعات. العميل ده في مجموعات كده من العملاء بيجوا كتير وبيستهلكوا كتير، في مجموعات من العملاء بيجوا كتير بس بيطلبوا اوردرات قليله، فانا هبعت لهم رسائل لان احنا مثلا ضفنا اوردرات جديده، ان احنا عملنا خصومات على الاوردرات وهكذا. طيب، انا دلوقتي عرفت يعني ايه النظام بيفهم البيانات. طيب، ايه الافاده لما النظام يحلل البيانات؟ تعال نشوف. ده مثال من امثله كتيره جدا عندك لتحليل بيانات الاوردرز. طبعا انا عامل تحليل لبيانات الاوردرز والباقات والعملاء والموظفين والحسابات، والحسابات فيها ايرادات لوحديها ومصروفات لوحديها، فانت عندك تحليل كامل لكل الداتا. لكن احنا هناخده دلوقتي اكزامبل على الطلبات عشان وقت الفيديو. الصوره اللي قدامك دي في طلبات عليها طلب عالي، زي السوفت درينك، في 15 واحد طلب السوفت درينك. طيب، الافاده من ايه؟ الافاده من الجزء اللي على الشمال ده ايه؟ عندك مثلا الساندوتش، في 2 من العملاء من كل العملاء اللي عندك طلبوه، يعني عندك ساندوتشين بس طلعوا.
وبالتالي انت عندك مكونات السندوتشات بقالك 7 ايام وفي 2 بس طلبوها، وبالتالي ده مصروفات على الفاضي. طب انا عايز اخلي العدد يزيد، ممكن اعمل اكتر من حاجه، زي ان انا ابعت رسائل للعملاء ان احنا عاملين عرض على السندوتشات. ممكن ابعت رسائل للعملاء ان احنا حسنا من الكواليتي بتاعت السندوتشات بتاعتنا. ممكن لو اصلا السندوتشات عندي جامده وعايز الناس تجربها، ممكن اعمل حركه صايعه، ان انا ابعت للعملاء ان في عرض، مثلا ان انت تاخد مثلا بيتزا وعليها سندوتش بسعر مثلا معين، وبالتالي الناس لما تيجي تطلب الاتنين مع بعض هيزداد الطلب عليهم والناس تبدا تجرب السندوتش. لما الغي بقى العرض هبدا اتابع عدد السندوتشات، هل فعلا الناس حبته وبدا يزيد ولا لا. لو طبعا ما بداش يزيد، انت عملت عروض وعملت كل حاجه، ممكن تلغيه لان دي تكاليف على الفاضي. طيب، فهو بيقول لك مثلا ان السوفت درينك الطلب 15 اوردر عليه لكن دخل لك 150 جنيه، بينما اصلا السندوتشات اللي فيه 2 اوردر عليه دخل لك 70 جنيه، يعني اعلى من التي اصلا. فاهم؟ مثلا انت عندك البيتزا المارجريتا مش اعلى طلب ولكنه اعلى دخل، دخل لك 1400 جنيه، يعني حرفيا البيتزا اصلا ب 100 جنيه، فهتضرب ال 14% هيطلع لك عندك فعلا 1400 جنيه اعلى دخل عندك من كل المنتجات اللي عندك. طب الافاده في ايه؟ ما دام ده اكتر دخل ويعتبر من اكتر الطلبات المطلوبه، ممكن احسن الكواليتي بتاعته. طيب ليه ممكن تحسن الكواليتي بتاعته مع انه افضل حاجة عندي في الورك سبيس؟ لان ده اللي انت مميز بيه. انت عندك حاجة يعتبر من اكثر طلبا واكثر ربحا ليك، فانت لما تزود الكواليتي بتاعته هيبقى المكان ده مميز بالبيتزا بتاعتك المارجريتا. طيب، بما ان برضو ان السوفت درينك من اكتر المنتجات المطلوبه، ممكن ازود سعرها، مثلا بدل 10 جنيه لا هخليها 15، بحيث ان هو بعد كده بدل ما يبقى، بحيث ان لو في 15 واحد طلبوها بدل ما يبقى 150 يبقى 225 تقريبا. طيب، هعمل ايه؟ هزود السعر وابدا اتابع برضو عدد الطلب هل بيزيد ولا لا. الفايده في ايه؟ ان انا بتابع المنتجات، وممكن اعمل حركه زي تغيير الاسعار واتابع برضو المنتجات هل فعلا الدخل بيزيد ولا لا، هل العدد لسه بيزيد ولا لا، وهكذا. احنا طبعا قلنا لك ان احنا عاملين تحليل لكل حاجه حرفيا عندنا، ولكن ده اكزامبل واحد عشان وقت الفيديو. في تطويرات بقى للنظام نفسه، زي عندك ميزه ارسال رسائل واتساب، عندك عندك تعديل ان احنا خلينا للعميل واحد كود واحد. الكود ده يا اما بيشاور على باقه يا اما بيشاور على يومي، الباقه دي لو خلصت ممكن نجددها. كمان انت عندك ديون للعميل ده، بحيث ان العميل مش شرط يدفع كل الفلوس مره واحده، ممكن بقى في الجلسات يبدا يدفعها عادي جدا. عندك كمان رواتب للموظفين وحاجات تانية كتير برضو مش هنقدر نقولها كلها دلوقتي عشان وقت الفيديو.